طب يا كابتن مريم، انا كطالب اشتغل امتى؟ يعني انا بروح الملعب، بروح السباحة، بحضر محاضرات النظري بتاعتي. اشتغل امتى؟ على طول. ما تخليش الشغل بتاعك، احنا الشغل بتاعنا اصلا بيبقى وقت قليل، فما تخلوهوش ورا ايام الملاعب خالص، لان الملاعب بيبقى اكتر يوم متعب في كل الايام. فما تخليش شغل ورا الملاعب خالص، او ممكن تخلي ساعة او ساعتين لو حاجة جنب الكلية او حاجة جنب بيتك. دي النقطة التانية والمهمة جدا 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 يا جماعة. انا حياتي لازم ارتبها اولويات. انا مثلا هقوم من النوم بدري، حتى لو انا بيتي جنب الكلية على طول. كل ما اقوم من النوم بدري سبحان الله، كل ما يبقى اليوم فيه بركة، كل ما اليوم يكون احسن. كل ما اكون انا عندي نشاط بتاعي اعلى. هقوم بدري. الحاجة اللي انا عملتها في سنة رابعة وجبت تقدير عالي بيها، ان انا كنت حتى وقت المواصلات بستغله. وقت المواصلات بستغله ان انا اخلص شغل، ان انا اذاكر حاجة، ان انا اخلص اي حاجة. فبالتالي انا كان بيبقى عندي وقت كبير جدا. فدي النقطة التانية. النقطة التالتة والأخيرة اللي أنا هتكلم فيها، رتب أولوياتك. لازم ترتب أولوياتك، لازم تبقى فاهم إن حياتك الاجتماعية مش تبقى أحسن حاجة. ده طبيعي، لأن أنت واحد هتبقى عندك كلية بتحضر فيها، كلية تربية رياضية أو علوم الرياضة لازم تحضر. لازم كلية تحضر فيها. عندك آه كورسات هتاخدها عشان تطور من نفسك، وعندك شغل. فجو بقى خروج كل يومين ده هيبقى صعب. فرتب أولوياتك. كان معاكم كابتن مريم صلاح، متنسوش بدعوة.